السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي هقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ماجيك ايرث. التطبيق ده مساحته 116 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الخرائط اللي لو انت عايز تروح من مكان لمكان بتقدر تحمل التطبيق وتفتحه يعرفك اقصر طريق للمكان اللي انت رايحه. بعد ما بتحمل التطبيق بيعرفك كل الطرق المختصرة للمكان اللي انت رايحه، سواء انت رايح سيرا على الأقدام، سواء رايح بمواصلات نقل عام، سواء رايح بدراجة نارية، سواء رايح بدراجة عادية، سواء رايح بعربية خاصة بيك. كمان بيعرفك لو انت في مكان ومش معاك سيارة، بيعرفك مواصلات النقل العام، سواء أتوبيسات نقل عام أو مترو أو قطارات. لو المسافة بعيدة شوية بيعرفك ان الحاجة دي او ان المواصلة دي هتكون افضل لك بالنسبة للمكان اللي انت رايحه، هتكون افضل لك وهتكون اسرع لك، لان ممكن تكون انت نازل من بيتك في وقت ذروة، وقت فيه زحمة كتير، فيقول لك ان المترو هيكون افضل لك من المواصلات العادية او من السيارة، او القطار هيكون افضل لك برضو من المواصلات العادية. طبعا زي ما قلنا هو التطبيق ده بيعرفك لو انت رايح مكان، بيعرفك الطرق المختصرة لو في زحمة او كده. بيوفر لك طبعا في البنزين عشان بيختار لك الطرق المختصرة. لو انت سايق عربيتك وعلى طريق بيعرفك ان في كاميرات مراقبة، بيعرفك كل طريق السرعة المحددة ليه قد ايه، علشان ما تاخدش غرامة او يحصل لك مخالفة بالسيارة بتاعتك. هو تطبيق خاص بالأماكن والخرائط لو رايح من مكان إلى مكان. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.